اهلا بيكم في حلقة جديدة وانمي جديد. بيبدأ الانمي بتاعنا بشيرو تاماهيرو، وهو ده بطل قصتنا، وبنعرف ان هو شاب في المدرسة المتوسطة واهله ماتوا وهو طفل، ومفيش حد من اهله كان عايز ياخده، وعمه هو الوحيد اللي كان راضي ان هو يربيه. وبنعرف ان كل حاجة في حياته اتغيرت بعد ما لقى قط اسود في الشارع وقرر ان هو يربيه، وقرر ان هو يسمي القط دوت كورو. المهم ماهيرو بيكون راجع البيت في يوم من الايام، وبيلاقي في حد قاعد في الصالة وبياكل وهو بيتفرج على التلفزيون ولا كأنه بيت ابوه. ولما بيروح له يتخانق معاه بيعرف ان هو القط بتاعه، وان هو طلع قط متحول، وبيقول له هو انت فامباير ولا ايه؟ اللي اعرفه ان الفامباير دول بيمشوا في الشوارع ويعضوا في الناس، بس كورو بيقول له ان هو اكسل من انه يعمل كده، وبيكمل كلامه وبيقول له انت لو عايزني امشي هتضطر انك تستنى 24 ساعة والعقد اللي بينا هيتلغى. وماهيرو بيقول له عقد ايه يا عم انت؟ وهنا كورو بيقول له ان هو نوع من الفامباير اللي بيتقال عليهم سير فامب، وان لما هو لقاه وجابه على البيت بقى في عقد ما بينهم، والعقد ده هو عقد الخادم والسيد، بس العقد ده هيتلغى خلال 24 ساعة لو كورو ما شربش من دم ماهيرو. ساعتها ماهيرو بياخده وبيرميه بره البيت، بس العقد اللي بينهم بيشتغل، وكورو بيقول له ان هم لازم في خلال ال 24 ساعة الجايين ما يبعدوش عن بعض. وكورو بيبتدي يسأل ماهيرو عن اهله، بس ماهيرو بيقول له ان هم ماتوا من زمان، وان عمه هو اللي اخده ورباه، ومن غيره كان زمانه مرمي في الشارع. المهم ماهيرو بيقرر ان هو ياخد كورو ويروح يوريه لاصحابه، بس لما بيوصل عند اصحابه محدش منهم بيصدقه، وبيقول له ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ ده شكله قط عادي. لحد ما بيظهر لهم شخص غريب وبيقول لهم ان هو هيعمل لهم سحر، بس واحد من اصحاب ماهيرو بيقول له ان هو مش مهتم بالكلام ده وبيسيبهم وبيمشي، بس الشخص ده بيروح وراه وبيقول له ان هو ما ينفعش يمشي لانه وجبته الرئيسيه، وبيعضه من رقبته. وطبعا الناس لما بتشوف اللي بيحصل بتجري وبتهرب من المكان. والساحر بيقول لماهيرو ان هو فامباير هو كمان، وان هو يعرف كورو، وبيطلب من كورو ان هو يظهر. وفعلا كورو بيظهر وبياخد ماهيرو وبيهرب، بس ماهيرو بيقول له ان هو مستحيل يمشي ويسيب صاحبه. بس كورو بيقول له ان الناس دايما بتكون مستنيه ان شخص ينقذهم ويعمل حاجه، بس للاسف يا ماهيرو مش انت الشخص ده. بس ماهيرو بيقول له لا يا عم انا هو الشخص ده، وبيجري على الفامباير وبيمسكه من راسه، وبيقول ان اهله لما ماتوا الكل كان مستني ان حد يعمل حاجه، ولولا عمه كان زمانه مات، وهو عشان كده قرر ان هو ما يستناش ان حد ينقذ اي حد قدامه. ساعتها الفامباير المجنون ده بيحاول ان هو يطعن ماهيرو بالسيف، بس كورو بيظهر وبياخد الطعنه مكانه، وبيقول له ان هو بيكره النوع ده من الاشخاص لانهم بيكونوا مزعجين. وكورو بيكمل كلامه وبيقول ان هو ما شربش دم من زمان، علشان كده هو ضعيف وقوته قليله، وبيطلب من ماهيرو ان هو يهرب، بس ماهيرو بيمدله ايده وبيخليه يشرب من دمه، وبكده يكون ماهيرو هو السيد بتاع كورو، والعقد اللي بينهم اكتمل. وهنا قوة كورو بتزيد، وبيقدر ان هو في لمح البصر يشق الفامباير التاني ده لنصين، وبيكون ناوي يكمل عليه ويقطع راسه، بس ماهيرو بيقول له كفاية كده عليه. وساعتها الفامباير ده بيتحول لدمية علشان بيكون فقد جزء كبير من قوته، وبيحاولوا ان هم يستجوبوه، وبيعرفوا منه ان هو جاي عشان يقتل كورو بأمر من السيد بتاعه اللي هو تسوباكي. بس كورو بيقول له ان هو ما يعرفش مين الشخص ده، وهنا الدمية بتقول له ان هي دي المشكلة لان محدش يعرفه اساسا، وهو عايز يموت العالم كله. وبعدها كورو وماهيرو بيغمى عليهم، والشرطة بتيجي المكان، وبيكون تسوباكي واقف على سطح بناية من البنايات، وبيكون بيضحك ضحكة مجنونة. ولما تاني يوم بيجي ماهيرو بيكون مفكر ان هو كان بيحلم، بس بيعرف ان كل اللي حصل كان حقيقة، وبيكمل يومه عادي وبيروح المدرسة، وبيقابل اصحابه اللي كانوا معاه امبارح، وبيبدأوا يسألوا صاحبهم عن الجرح اللي في رقبته، بس هو بيقول لهم مفيش حاجة دي كانت حادثة عادية. بس ماهيرو بيقول له ان في فامباير عضه وان هو كان معاه وقتها، بس اصحابه بيضحكوا عليه وبيقولوا له ان محدش شافه امبارح اصلا. ساعتها ماهيرو بيمشي من المدرسة وبيكون مش فاهم اي حاجة من اللي بتحصل، وفي نص الطريق بيظهر تسوباكي وبيعمل فقاعة من الدم علشان يعزلهم عن باقي الناس، وبيطلب من ماهيرو ان هو يسترد الدمية بتاعته. وبنعرف ان تسوباكي اخو كورو الصغير، بس كورو بيقول له ان هو ما يعرفوش. وبنعرف ان هم 8 اخوات، وكل واحد منهم بيمثل خطيئة، بس الفكرة ان مفيش حد من الاخوات السبعة يعرف تسوباكي لانهم المفروض 7 خطايا بس. وهنا ماهيرو بيسأل تسوباكي وبيقول له هو انت ليه بتعمل كده؟ وبيقول له انا بعمل كده علشان زهقان ومفيش حاجة مثيرة للاهتمام، وان هو ناوي يعمل حرب بهدف ان هو يسلي نفسه. وبيمسك كورو وبيهريه ضرب،
وبعدها بيمسك ماهيرو من هدومه، بس ماهيرو بيقعد يكلمه علشان يحسسه ان هو مش لوحده، وبيقول له ان هو كان حاسس بنفس الاحساس اللي هو حاسس بيه ده لما اهله ماتوا، بس بفضل عمه واصحابه قدر يتخطى الازمه اللي هو كان فيها. بس طبعا هو بيكلم في خطيئه ومش فارق معاها اي حاجه، وتسوباكي كان على وشك ان هو يقتله، بس فجاه كورو وماهيرو بيختفوا من المكان ومحدش بيكون عارف ايه اللي حصل. وكورو بيقول لماهيرو ان ممكن حد من اخواته التانيين هو اللي انقذه، وفجاه بيظهر طفلتين وبيقولوا لهم تعالوا معانا، ولما بيركبوا العربيه بيلاقوا شاب وبنعرف ان اسمه سونو، وده السيد بتاع فامباير الشهوة. ولما بيوصلوا القصر بيعرفوا ان ليلي الشهوة هو اللي ساعدهم، وهنا سونو بيطلب من ماهيرو ان هو يكون خادم عنده ويساعده ان هو يقتل تسوباكي، بس طبعا ماهيرو بيرفض وبيقول له ان هو مش هيساعده علشان طريقته متكبرة، وبيسيبهم وبيمشي، بس بيتوه وهو خارج، وفي طريقه بيشوف اطفال في كل مكان، وبنعرف ان دول اتباع بيتم صنعهم من السيرفان بنفسه، والفامباير التابعين لتسوباكي بيقتلوا فيهم، وعلشان كده سونو محتاج المساعدة، وماهيرو بيقول له ان هو هيساعده بس بصفته صديق، وسونو بيقول له ان هو لازم يلاقي السلاح بتاعه لان اي سيد بيكون ليه سلاح من السيرفامب، وبيقرر سونو ان هو يدربه. وماهيرو بيقفل عينه وبيخش جوه كورو وبيقابل الشيطان بتاع كورو وبيقول له تعالى ورايا، ولما بيروح وراه بيقول له اختار سلاحك، وبيكون قدامه هدايا كتير فهو بيختار ابسطهم، وبيطلع السلاح اللي هو اختاره عبارة عن مقشة وبتتحفر في شكل وشم على ايده، وبيخبيها بالحظاظة بتاعة ساكويا، وبيفضل يتدرب علشان يقوم من نفسه، بس بيكون ناقصه الحافز لحد ما بيفتكر ان الحافز بتاعه هو حماية اصدقائه. وبعد فترة ماهيرو بيلاحظ ان ساكويا غايب بقاله فترة طويلة، وقرر ان هو يروح له المدرسة علشان يطمن عليه، وفي طريقه البيت ساكويا بتحصل حاجة غريبة، وماهيرو بيفقد كل ذكرياته مع ساكويا مع انه هو صديق طفولته، وما بيعرفش حتى ساكويا ساكن فين، لحد ما ساكويا بيظهر وراه وبترجع له تاني الذكريات، وماهيرو بيسأله هو كان مختفي فين، وساكويا بيقول له ان في مصاص دماء هاجمه بس هو قدر يهرب منه، ومن ساعتها هو قاعد في البيت وخايف. وفجأة بيسمعوا صوت صريخ، وساكويا بياخد ماهيرو وبيجري بيه لحتة مقطوعة، وبيطلع ان ساكويا عامل فخ الماهيرو، وهنا بنعرف ان ساكويا من اتباع تسوباكي، وان هو اصلا مش صاحب ماهيرو، وان هو اللي زرع كل الذكريات دي جوه دماغه. وطبعا ماهيرو بيكون مصدوم من اللي بيحصل، وبنشوف ان كورو مرمي على الارض والسيوف بتاعت بيلو موجودة في جسمه، بس لحسن الحظ ليلي وسونو بيظهروا وبيقدروا ان هم يخلصوا على بيلو وبيدمروا عقله بالتقنية بتاعتهم، بس ساكويا بيقدر يخدع سونو وبيهجم عليه وبيوقعه على الارض وبيهزمه، وبيروح علشان يقتل ماهيرو وبيقول له انا اسف والله بس دي الاوامر، بس ساعتها بيظهر وراه شبح اخته وبيفقد كل تركيزه، وماهيرو بيلاقي ان دي الفرصة المناسبة علشان يهجم عليه، وكورو بيكون عايزه يهرب بس طبعا ماهيرو بيرفض وبيقول له ان هو هيقاتل ساكويا، وبنشوف ان تسوباكي بيراقب الوضع من بعيد وبيقول لنفسه يا ترى ماهيرو هو المفتاح ولا ايه، وبنشوف ان ماهيرو بيفضل يضرب في ساكويا علشان ينتقم منه، والطاقة السلبية اللي جوه ماهيرو بتتسلل جوه كورو وبتطلع منه طاقة مظلمة جدا وبتبتلع ماهيرو، وساكويا بيحاول يشده وبيقول له انا المفروض اموت، لحد ما بتيجي طلقة في ظهر كورو، ساعتها بيهدى وبيترمى على الارض، وبنعرف ان الطلقة دي جاية من اخو كورو الكسل والسيرفامب بتاعه. وهنا ساكويا بيستغل الوضع وبينسحب وبينتقل ميسونو للمستشفى بسبب الجروح اللي عنده، وبعدها ليلي بيسأل السواق مين اللي كلمك علشان تيجي، وهو بيقول له بس ما بنعرفش مين الشخص ده، وبيقول له ان الشخص ده ما كلموش من زمن طويل، في الوقت ده كان ماهيرو بيتكلم مع السيرفامب الحسد، وهو بيقول له ان المفروض كان قتل ساكويا لما الفرصة سمحت له، بس ماهيرو بيقول له انه مستحيل يقتله لانه صديقه، والسيرفامب الحسد بيقول له انت شكلك كده مش هتنفع في الشغلانة دي، ولو احتجت انك تفسخ العقد اللي بينك وبين كورو في اي وقت يا ريت تكلمني. بعدها ماهيرو بيروح لمطعم وتسوباكي بيكون موجود فيه وبيقول له انت اشمعنى اخترت ساكويا يكون الخادم بتاعك، وهو بيقول له ان ساكويا كان من مدينة اسمها مدينة الكذابين، واهله اجبروا اخته انها تنتحر علشان ياخدوا فلوس التأمين بتاعتها، وهو اضطر ان هو يكذب ويقول ان اخته وقعت وهي بتلعب معاه علشان كان خايف من اهله، ولما كبر اهله اجبروه ان هو كمان ينتحر، وقبل ما يموت تسوباكي بيظهر وبيحوله لفامباير، ومن ساعتها وهو بقى خادم فرعي ليه. وبعدها ماهيرو بيروح للمدرسة وهناك بيعرف ان ساكويا مشى وكل زمايله فاكرينه بس محدش فاكر شكله، وبنروح لمهرجان المدرسة وساكويا بيكون موجود هناك بس محدش بيكون عارفه لان طبعا محدش فيهم فاكر شكله عامل ازاي، بس ماهيرو لما بيشوفه بيجري وراه لحد ما بيطلعوا على السطح،
وساكويا بينط وماهيرو بينط وراه وبيقدر ان هو يلحقه، والاتنين بيوقعوا بين الاشجار وبيفضلوا يضحكوا شويه. بس ساكويا بيقول لماهيرو ان هو مش هيقدر يخون تسوباكي لان هو اللي انقذ حياته وهو قرر انه يكون ولاؤه ليه، وبعدها بيسيبه وبيمشي. وبنشوف ماهيرو وهو في البيت بيوصله بريد وبيكون مش قادر يفتحه، وعلى الجانب التاني كان تسوباكي متجمع هو والاتباع بتوعه وبيخططوا لحاجه. وبالليل كورو وماهيرو بيروحوا المهرجان، وبيجي واحد من الاتباع الفرعيين بتوع تسوباكي، بس ماهيرو ما بيكونش شافه قبل كده، وبيقول له ان هو لقى الشنطه دي في المهرجان وعايز حد يسلمها للامانات. وماهيرو بياخدها وبيكون في طريقه عشان يسلمها، بس بيصطدم بشخص اسمه تيتسو، وبنعرف ان هو كمان تايه وبيدور على صاحبه. وماهيرو بيقول له تعالى معايا للمقر بتاع الامانات ومن هناك ممكن تنادي عليه. وفي طريقهم بيحصل انفجار، وبيعرفوا ان الانفجار ده بسبب الشنطه اللي هو ماسكها. وهنا ماهيرو بيشك في الموضوع وبيستدعي كورو وبيرموا الشنطه في السماء، بس بتقع من تاني. بس تيتسو بيمسكها وبيحطها جوه التابوت وبتنفجر فيه. وبنعرف ان التابوت ده منيع ضد الانفجارات، ولما بيفتح التابوت بيخرج منه خفاش وبيكون بيطلع دخان بسبب القنبله اللي انفجرت فيه. وتيتسو بيقول له ان هو كان بيدور عليه وان هو ما يعرفش ان هو كان موجود جوه التابوت ده. وبنعرف ان الخفاش ده هو سيرفان بالفخر، وكمان بنعرف ان تيتسو بضخامته دي كلها عنده 14 سنه بس. وهنا الفخر بيقول ان هم لازم يكونوا على اتصال علشان يشوفوا هيعملوا ايه مع تسوباكي. وبعد لما بيمشوا بيتفرق ماهيرو وكورو بطريقه غريبه، وكورو بيلاقي مجموعه من صيادين الفامباير حواليه، وماهيرو فجاه بيلاقي نفسه في معمل وبيتكلم مع الشخص اللي موجود في الأوضة. وبنعرف ان هو دكتور في منظمة السي 3 وبيطلب منه ان هو يساعد المنظمة على قتل تسوباكي واعوانه. وبيعرفه كمان ان تسوباكي اصلا كان مسجون عندهم بس قدر يهرب. بس ماهيرو بيرفض لان ساكويا هيكون من وسط اعوانه، والدكتور بيقول له خلاص براحتك، بس علشان تخرج من هنا هيكون قدامك 52 باب وواحد فيهم بس هو الصح. وبيكمل كلامه وبيقول له ان المسافة ما بينه وبين السيرفان بالخاص بيه لو بعدت اكتر من كده هيموت. في الوقت ده كان كورو بيحاول يهرب من الصيادين، وبعد محاولات كتيرة بنشوف ان ماهيرو بيستدعي المقشة بتاعته وبيكسر بيها السقف وبيقدر يهرب، وبيروح علشان يلحق كورو. وبعدها بيتجمع ماهيرو وباقي السيرفامب علشان يشوفوا هيعملوا ايه في موضوع تسوباكي. وهنا الفخر بيكون عارف شوية معلومات من اتباعه وان في شخص في المدينة مثير للشكوك وممكن يكون ليه علاقة بيه. ولما بيروح ماهيرو علشان يراقبوا الشخص ده بيلاحظ وجوده وبيبدأ على طول يهاجمه. وهنا بيظهر سيرفان بالطمع، وبنعرف ان الشخص ده هو المستضيف بتاع الطمع، والاتنين بيكونوا مش طايقين بعض اساسا. وبنعرف من كلام الطمع مع الكسل ان في حاجة حصلت ما بينهم من زمان، وان الغضب والشراهة والطمع مش بيتواصلوا مع الباقي، وبيمشوا وبيسيبوا الكسل متضايق وبيكون في حالة مش طبيعية. بعدها ماهيرو بيشوف ليشت على التلفزيون وبيعرف ان هو عازف موسيقى مشهور وان هو جاي اليابان علشان يحضر حفلة. ولما الفخر بيعرف ان ده السيد بتاع الطمع بيقول ان هو مش هيعيش كتير لان الطمع بيقتل دايما السيد بتاعه لما بيمل منه، وان هو الوحيد من السيرفامب اللي بيعمل كده، والفخر بيحذره من التعاون معاه. بعد كده ماهيرو بيروح للحفلة بتاعة ليشت وبيتسلل لهناك، وبيشوف ان كل الحضور اللي في الحفلة اتباع لتسوباكي، والفخر بيقضي عليهم كلهم، والطمع والكسل بيبدأوا يتكلموا مع بعض بعصبية. وهنا الطمع بيقول ان في رسالة جت من زمان لل7 اخوات من السي 3 علشان يختالوا شخص معين، والطمع والشراهة والغضب اعترضوا، والحسد والشهوة والفخر وافقوا على الموضوع. وكان الصوت الحاسم هو صوت الكسل، وكورو فضل غضبه يزيد لحد ما بدأ القتال بينه وبين الطمع، واتدخل ماهيرو علشان يفصل ما بينهم. وبعد ما بيوقفوا القتال ما بينهم بيلاقوا ان في تابع من اتباع تسوباكي لسه عايش، والطمع بيكون عايز يقتله بس ماهيرو بيعترض وبياخده معاه، والطمع بيكون ماشي لوحده. ساعتها تسوباكي بيفاجئوا وبيخطفوا. في اليوم اللي بعده بنعرف ان ميتسو كان متضايق من ماهيرو بسبب اللي عمله، بس ماهيرو بيقول له سيبك من الكلام ده وخلينا في المهم دلوقتي، احنا معانا تابع من اتباع تسوباكي وممكن ناخد منه معلومات مهمة، واكيد تسوباكي هيجي علشان ياخده. وبنشوف ان ليلي بيحذرهم من واحد اسمه هياجان وبيقول له ان ده رقم 2 بعد تسوباكي وهو ده الاخطر بين اتباعه. تاني يوم بيجي اتصال لماهيرو من مدير اعمال ليشت وبيقول له ان الطمع اختفى وان هو لو فضل بعيد عن ليشت 24 ساعة هيموت. في نفس الوقت بيظهر هياجان ورا ليشت وبيمسكه يهريه ضرب، وليشت طبعا مش هيقدر يقف قصاده بدون قوة الطمع. وساعتها بيوصل ماهيرو
ولما بيستدعي كورو السلاح بتاع ماهيرو بيختفي وبتحصل حاجات غريبة. وهنا هيجان بياخد ليشت على كتفه وبيمشي وبيقول ان هو مش فاضي انه يتعامل مع اي اهداف تانية. وبيوصل ميسونو وبنعرف ان هو في طريقه لقى تليفون هيجان واقع على الارض، وبيوصل لهم اتصال من تسوباكي، وميسونو بيقول له انت لو عايز التابع بتاعك رجع الطمع وليشت. وبعد كده بيقعدوا علشان يعملوا خطة، وميسونو بيقول ان هم لو ما قدروش يرجعوا ليشت والطمع قبل منتصف الليل هيكونوا في اعداد الموتى، لان اكيد تسوباكي هيكون فصل بينهم. وماهيرو دلوقتي مفيش في ايده اي حاجة. وماهيرو بيعرف من مدير اعمال ليشت ان في تاجر تحف ممكن يساعدهم، وبنعرف ان هو السيد بتاع الحسد. وميسونو بيكون متضايق لما بيعرف الكلام ده، وبيحذر ماهيرو وبيقول له ما تثقش في الشخص ده. المهم ماهيرو بيوصل لمتجر التحف ومش بيلاقي التاجر هناك، وبيلاقي هناك عالم مجنون وبيدور حوار ما بينهم، بس بيوصل بعدها التاجر. ولما بيعرف المشكلة بيقرر ان هو يساعد ماهيرو، وعن طريق مشروب ماهيرو بيدخل جوه الكورة وبيتمشى فيها وبيشوف ذكريات كورو، وبيعرف ان الشخص اللي كان المفروض يقتله هو المعلم بتاعهم، وهو ده الشخص اللي صنعهم. وكورو بيكون نادم ندم شديد على اللي هو عمله، بس ماهيرو بيساعده ان هو يواجه شعوره بالذنب، وفعلا بيخرج معاه بره الكورة. وبعدها بيوصل ميسونو وليلي الشهوة للفندق، وبيكونوا متنكرين وبيطلعوا للدور اللي فيه أتباع تسوباكي. وبنعرف إن تسوباكي بره الفندق وكان عايز ياخد ليلي، ودي كانت خطتهم من الأول. المهم في الأسانسير بيلاقوا سوكيا في وشهم وبينزلهم للدور الأخير، وبنعرف إن موضوع تقسيم ليشت والطمع ده كان خدعة علشان كانوا عايزينهم يتقسموا الفرقتين. ودلوقتي الفخر وتيتسو في الدور العلوي مع باقي الأتباع. في الوقت ده كان ليشت قدر يوصل لمكان الطمع، والاتنين اتجننوا وبيقاتلوا بعض. والطمع بيقول في نص القتال كفاية كده يا عم، أنا نكرة وأنت نكرة، هنفضل كده لحد إمتى؟ بس ليشت بيقول له مفيش نكرة غيرك، وإن أي شخص عنده هدف عايش علشانه عمره ما هيكون نكرة. وبنرجع للماضي البعيد لما كان الطمع في المملكة، وكانت السيدة بتاعته هي أميرة المملكة، وكان بيحبها لحد ما قررت إن هي تتجوز أمير مملكة تانية علشان تحقق السلام. وفضل برضه يحرسها، بس للأسف السلام ما دامش كتير، لأن بعدها مملكة الأميرة قررت إن هي تنقض العهد، والأميرة قررت إن هي تضحي بنفسها وتتعدم مقابل تحقيق السلام. ومن وقتها والطمع اتغير وبقى شخص تاني غير اللي كانوا يعرفوه، وفضل عايش جنب تمثال الأميرة لحد ما الفخر جه وقال له إن في موضوع لازم يتناقشوا فيه. وده كان الاجتماع اللي كورو أخد فيه قرار قتل المعلم بتاعه. ولما الأمر تم رجع الطمع للتمثال، بس لقى إن المملكة اتدمرت والسلام اختفى، وإن في دولة أكبر من الدولتين دمرتهم. وساعتها فقد عقله واتجنن. وبعد ما ليشت عرف حكايته قرر إن هو يسامحه، وبدأ يعزف له موسيقى علشان يهديه. وهنا الطمع بدأ يتغير، والاتنين خرجوا من الأوضة وهم متفقين، بس ساعتها بيلاقوا هيجان في انتظارهم. وبنعرف إن قوة هيجان بتخلي أي جرح يجرحه الخصم النار بتقيد فيه. وكانت خطة الطمع وليشت إن هم يبدلوا الأدوار، واحد هيصد الهجمات والتاني هيضربه. ولما هيجان بيكتشف الخطة بتاعتهم بيقرر إن هو يحرر قوته الكاملة. في الوقت ده كان ساكويا بيستخدم سيف تسوباكي علشان يدمر بيه ليلي الشهوة، بس بيظهر تاجر التحف ومعاه الحسد، وبنعرف ان هو اخو ميسونو الكبير، وبيأمره ان هو يطلع لاصدقائه وهو هيكمل المهمة من هنا. وفي طريقهم لفوق ليلي الشهوة بيقول ان في يوم من الايام ميسونو هيعرف كل حاجة. في الوقت ده الفخر بيكون اتهزم واختفى بتقنية الساحر، وهنا بيوصل ميسونو. في الوقت ده بيظهر ماهيرو وكورو، بس بيكونوا في شكل كورو الحقيقي وهو الاسد الاسود. وبنشوف ان ميسونو قدر يهزم سيكويا، وماهيرو بسلاحه الجديد بيهزم الباقي. وبنطلع فوق وبنشوف ان هيجان كان على وشك ان هو يهزم ليشت والطمع، لحد ما ليشت بيحبسه جوه البيانو بتاعه وبيقدروا ان هم يخلصوا عليه، بس يا عيني بتكون حالتهم بقت صعبة على الاخر. وهنا كورو بيعتذر لروميو والدنيا بينهم بتبقى كويسة، بس بنشوف ان ليلي بينط وبياخد القلادة بتاعة روميو وبيكون عايز يدمرها، لانه لو دمر الرمز بتاع السيد السير فامب كمان هيتدمر. وهنا بيظهر تسوباكي وبياخد القلادة من ليلي وبيدمرها وبيقضي على ليلي، وبيقاتل كورو وبيقول له ان هو هينتقم منه بسبب قتله للمعلم. وبيسأله عن اخر كلمات المعلم قالها له، بس كورو بيقول له ان هو ما قالش اي حاجة. وبنشوف ان كورو عايز يحل الموضوع بالكلام، بس تسوباكي بيقول له انت زي ما قتلت المعلم لازم تموت. وبعدها تسوباكي بيستخدم تقنية خطيرة جدا وبيخلي السما تمطر سيوف،
بس ساعتها كورو بيتحول وبيدوس على تسوباكي، لكن تسوباكي بيوجه السيف لصدر ماهيرو، بس ساكويا بيجي وبينقذ ماهيرو ويضحي بنفسه وبيقول ان كان مستحيل ان هو يختار ما بينهم. بعد كده بنشوف ان سلاح ماهيرو بيتغير لشكل المفتاح، وده كان قصد تسوباكي في الاول لما قال ماهيرو هو المفتاح ولا ايه، وبيفتح صدر تسوباكي وبيشوف ذكرياته وبيفتكر ايامه مع المعلم لما حضنه، وان كل شيء اتغير لما كورو قتل المعلم بتاعه. من وقتها وتسوباكي قرر الانتقام لحد ما ماهيرو بيمسكه وبيحضنه وقرر ان هو ما يقتلوش. ساعتها المشاعر بتصحى تاني جوه تسوباكي وبيرجع تاني لطبيعته القديمة، وبعدها بنشوف تسوباكي وهو على السطح وبيطلب من ساكويا ان هو يقول لكل اتباعه ان هم ينسوه، وبعدها بيسيبهم وبيمشي وبترجع حياة كل واحد فيهم لطبيعتها. ولغاية هنا بيخلص الانمي بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي تقييمك للتلخيص كام من 10. استنونا الانمي الجاي. سلام.